محمد النوري، الناطق الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. اليوم تتعيش مدينة بن حمد المرحلة الأولى أو المحطة الأولى ديال العدو الريفي اللي تتنافس فيها مجموعة من الأندية 92 نادي، يعني مقابل 1000 عداء وعداء. الهدف المتوقع من هذه التظاهرات ومن هذه المحطات هو التنافس المثمر بين عدائي وعداءات الأندية لاختيار الصفوة التي ستمثل المغرب يعني مستقبلا في المحافل الدولية وفي الملتقيات سواء الجهوية أو الوطنية أو القارية أو العالمية. إذا كان هناك تنافس مثمر، يعني مطاف يعني في مستوى جيد يرقى إلى المطافات العالمية بكل صراحة. استقبال من طرف اتحاد بن حمد كان استقبال رائع، بحيث أنهم وفروا المبيت ووفروا حتى الأكل، وكان الاستقبال وحفاوة جيدة. وهذا هو اللي تتسمى تنقولوا أسرة ألعاب القوى. يعني اليوم تجسدت المفهوم ديال أسرة ألعاب القوى في مدينة بن حمد، وكذلك الإعلام وجميع المنابر وجميع المحطات وجميع كلها، يعني الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة كلها كانت حاضرة، وكل واحد بغى يوصل لهدف معين، ألا وهو إيصال الحقيقة للمواطن والمتتبع الرياضي. يعني كل شيء كان في المستوى. وشكرا. الرحمن الرحيم. الحاج مختار بادي، رئيس الاتحاد الرياضي لألعاب قوى بن حمد ونائب رئيس عصبة الشاوية ورديغة لألعاب قوى. أنا كنتواجد اليوم في مدينة بن حمد وبالضبط في مطاف المصلى اللي كيشهد الملتقى الفيدرالي الأول اللي كيندرج في برنامج الجامعة الملكية المغربية لألعاب قوى. بالمناسبة كنجدد الشكر ديالي للجامعة الملكية المغربية لألعاب قوى على الثقة اللي وضعتها في نادي اتحاد بن حمد للمرة الثانية على التوالي باش ينظم ملتقى فيدرالي، واللي كنتمناو ان نكونوا عند حسن ظن الجميع. هذا الملتقى اللي عرف حضور اغلب الانديه والجمعيات المنضويه تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب قوى، اللي فات العدد ديالهم 90 نادي وجمعيه و1000 مشارك ومشاركه اللي جاوا لمدينه بن حمد من جميع مدن المملكه المغربيه. واللي هذا الملتقى اللي تجندوا ليه جميع المكونات ديال مدينه بن حمد، السلطات المحليه، المجلس الجماعي، الامن الوطني، القوات المساعده، جمعيات المجتمع المدني، وجميع المؤسسات اللي كاينه في المدينه، اللي استطاعوا انهم يستضيفوا 35 نادي وجمعيه اللي وفروا لهم المبيت، وكان واحد وجبه عشاء خفيفه وفطور ديال اليوم اللي وجدوا جميع الانديه اللي جاوا. من خلالكم كنوجه الشكر للجميع من ساهم من قريب او من بعيد باش هذا العرس الرياضي يدوز في احسن الظروف. الاسم ديالي عمر اتيتاشن من اشبال تامدا ازيلال. اولا كنبغي نشكر الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى والناس المنظمين اللي سهروا على تنظيم هذه، والحمد لله فزت بالمرتبه الثانيه. ماشي سهل، كان سباق صعيب، وكنبغي نهدي هذا الفوز للناس ديال ازيلال والسيد الرئيس تامدا ازيلال سي صوفي وسي عامل اقليم ازيلال والناس ديال ازيلال كاملين، وكنعرفوا النادي ديال بن حمد سي الحاج اللي سهروا على التنظيم هذا، كنبغي نشكرهم بزاف. الاسم ديالي بكريم عتيقة من جمعية أشبال تامدا ألعاب القوى، وفرحانة بهذه المرتبة اللي حققت اليوم، وكنشكر المنظمين وكنشكر كاع الأطر والمنظمين ديال هنايا، وكنشكر المدرب ديالي أحمد أيش طالب هو اللي عاوني باش حققت هذه المرتبة. شكرا. على مستوى عصبة الشاوية والرغاء وكذا. السلام عليكم، اسم ديالي احلام القدوري من نادي اوسيكا، كنتمي للاكاديميه محمد خامس. كنبغي نشكر الاستاذ ديالي مروان كحلاوي اللي ديما واقف معايا وواقف على التدريب ديالي، كنشكر الوالدين ديالي ديما كيساندوني وديما واقفين معايا، وكنشكر المنظمين هنايا، هادشي كنشكر بزاف وشكرا.